حنا الاخوان كنعملوا هذه الوقفه احتجاجيه بعد ما تفاجأنا بواحد الخبر هذا الصباح هذا بجوج الاخوان ديالنا اللي تعرضوا للسرقه، واحد السرقه يعني المحل محلات تجاريه الذهب اللي كيتواجدوا في السوق، يعني سوق طرافين. هذا السوق طرافين اللي هو موقع حساس مجاور للقصر الملكي. تفاجأنا يعني هذا الصباح هذا بهذه المصيبه هذه، ملي جا الاخ يفتح المحل ديالو مسكين كيتفاجأ بان المحل ديالو تفرع من الداخل وسرقوا المحل كامل. جا الاخ ديالو بغى يفتح المحل حتى هو كيجبر حتى هو المحل حتى هو تسرق. الاخوان كاملين مساكن ناض فيهم الفزاع وناض فيهم الذعر. علاش؟ لان صبحت سرقه جماعيه، ما بقاتش سرقه يعني منفرده ولا. هذه السرقه هذه تعملت طبعا من طهر المحلات التجاريه اللي كيتواجدوا يعني عندهم طهر المحل كيتواجد الملاح، سوق الملاح اللي فيه واحد المستشفى ولا واحد المستوصف مغلوق مهمش، همشات يعني همشوه السلطات وخلاوه مهمش دابا حاليا. يعني ما هذه على حساب الاصداء اللي سمعنا وداك الشيء هذه سيمانه ولا 15 يوم ولا 20 يوم، وهذا الشيء هذا يخطط له وكيتعدل وكيجيو الناس وكيحفروا، لان باش يحفر لك الحيط يعني بكماله في واحد الليله هذه ما يمكنش، مستحيل. المهم الاهم من هذا الشيء هذا، حنا دابا كنعيشوا الاخوان الدايبيه تجار الذهب هذو اللي مجتمعين حاليا كاملين. انا تقريبا واحد 85 محل تجاري، كل محل تجاري كيتواجد فيه واحد ثلاثه الاشخاص على الاقل او جوج الاشخاص، يعني جوج الاسر، ثلاثه الاسر اللي كتمعاش من هذا التجار، من هذا المحلات التجاريه. الناس دابا حاليا هاد التجار هادو مساكن في حاله ذعر، في حاله فزع. لان علاش؟ لان الناس خوفا على رزقها، لان اصبحنا الان كنعيشوا يعني من التهديد ومن كما قال لاحظتوا يعني في هذه اللافتات اللي هز الاخوان. اصبح اليوم العمر التاجر يعني الشقاء ديالو راس المال ديالو كامل يقدر يمشي له في لحظه او في ليله. نظر عدم وجود الامن الكافي، عدم وجود السلطات، الرساله ديالنا للمسؤولين هي يشوفوا الحل هاد التجار هادو، يستجبوا لهم، يوفروا لهم الامن، يوفروا لهم يعني الكاميرات، يعطيونا رخص لاصلاح المحلات التجاريه، يخليونا نعملوا البيبان الحديد، لان هذه كيقول لك ممنوع تعمل هذه، فهمتيني. اول مطلب السلطه تجاوب معنا وتناقش معنا وتتواصل معنا، ما تقصيناش بحال هيدا. حنا قطاع مهم، حنا قطاع تجار، ما يقصيوناش وما يهمشوناش بهذه الطريقه هذه. والمطلب الاساسي اليوم هو هذا الملف هذا يتعاملوا معه. طبعا ما تكونش النتيجه ديالو بحال النتيجه ديالي انا بعد 4 سنوات مرجع لرزقي، ما عرفنا شكون سرق، ما عرفنا. وهذا الشيء هذا طبعا كيكون فيه تشجيع كبير من المافيات يعني الناس اللي كتستغل الفرصه وكتزيد تشجع باش تقوم بهذه الافعال هذه. هذيك النهار كان محل، اليوم اصبح 2، بعده غيصبح 3 و4. اللهم ان هذا منكر.